قبل ما تدفع فلوس في صيانة موبايلك مش لازم الأول تبقى عارف هتدفع في إيه؟ في الفيديو اللي فات من سلسلة سر المهنة عرفتك إيه اللي لازم تعمله في تليفونك قبل ما توديه الصيانة. في الفيديو ده بقى عرفك لما تدخل أي محل موبايلات إزاي تتعامل مع الناس اللي فيه وإزاي تسلمهم تليفونك وإزاي تستلموا منهم. لازم تبقى فاهم قبل ما تدخل أي محل موبايلات إنك هتتعامل مع فني صيانة ممكن يكون مش أمين ويغش. خلينا نتعامل بمبدأ حرص وما تخونش. طب ده نعمله إزاي؟ بالاتفاق. هتتفق معاه على كل حاجة، كل كبيرة وصغيرة. أول حاجة وانت بتسلمه تليفونك لو شاشته شغالة قول له بعيد عن العطل اللي انا جايبه لك عشانه كل حاجة شغالة في الجهاز. لو سمحت شيك عليها بنفسك قبل ما تستلمه عشان هشيك عليها تاني وانا بستلمه منك. لو عملت الحركة دي هو هيفهم ان انت فاهم وعارف تليفونك كويس، وانا اضمن لك لو عملت كده مفيش قطعة اصلية من تليفونك هتتغير. ولو سمحت ما تقولوش ما تركبليش شاشه صيني، عشان ما فيش حاجه اسمها شاشه صيني وشاشه امريكي. كل الشاشات اللي في السوق صيني. في حاجه اسمها شاشه توكيل وشاشه انسل. الشاشه الانسل دي ولا بحته طينه، لو ب50 جنيه ما تركبهاش. واعرفك الفرق بينهم كمان شويه وانا بعرفك ازاي تستلم الجهاز بعد ما يخلص. وما تتكلمش كلام كتير ملوش لازمه، خلي كل كلامك على العطل اللي انت رايح عشانه. وحاول تختار الفاظ، مش هقولك الفاظ تقنيه بس حاول تخليها الفاظ قريبه من الفاظ سوق الموبايلات. يعني مثلا ما تقولش السماعه اللي فوق والسماعه اللي تحت بتاعت الاغاني. السماعه اللي فوق اسمها سماعه المكالمات واللي تحت اسمها الجرس. الحاجات البسيطه قوي دي بتفرق وبتعرف ان كنت انت هلهلي او فاهم. وقبل ما نقفل مرحله التسليم ونروح لمرحله الاستلام عايز اقولك حاجه مهمه قوي لازم تبقى عارفها. دي اسمها فلاتة شحن، وفي ناس بتقول عليها البوردة السفلية. حذاري دي تتغير، دي تتصلح ما تتغيرش. اللي فيها سيجة الشحن ومدخل الهاند فري والمايك وانتنات او مجسات الشبكة. وانتنات الشبكة دي بقى اللي بقولك ما تتغيرش عشان كل الفلاتات الكوبي من دي في السوق انتنات الشبكة بتاعتها مختلفة عن الأصلية، ولما بتركب في جهاز بتضعف الشبكة بتاعته. اللهم بلغت اللهم فاشهد. طيب لما الجهاز بتاعك يخلص اول ما تمسكه في ايدك هتشيك على العطل اللي انت اصلا مودي الجهاز عشانه، وبعد كده هتشيك على كل حاجة في الجهاز كأنك بتشتريه مستعمل، لأن الجهاز اتفك. ممكن واحنا بنصلح حاجة نبوظ حاجة تانية واحنا بنشتغل، وده وارد قوي وبيحصل. لو كنت مغير شاشة أول حاجة بص عليها، لو تقفيلها ما عجبكش ما تستلمهاش قولا واحدا. ويا ريت اخواتي بتوع الصيانة ما يزعلوش مني. تاني حاجة اتأكد هي الشاشة اللي اتفقت عليها من الأول ولا لا. الشاشة الأنسل أو الشاشات الرخيصة من أول نظرة هتعرفها. هتلاقي الحواف السوداء بتاعتها كبيرة بشكل واضح وبالذات الحتة اللي تحت، وهتلاقي ألوانها بهتانة وسطوعها ضعيف واستجابتها لللمس تقيل شوية عن اللي انت متعود عليه. وطبعا هتجرب التاتش في كل حتة في الشاشة وتبص تشوف بقى لو كان في بقعة ولا في حتة مسيرة ولا في سطور في الشاشة. هتفتح شاشة بيضاء على الشاشة وتبص عليها تشوف الحاجات دي. ولو بتغير سيكوت شحن جرب الشبكة والمية. ولو بتغير كاميرا هتجرب الفوكس والفلاش. اعطال الشبكة والواي فاي والبطارية دي بتبقى على تجربة. الجهاز معايا يوم ولا اتنين هجرب وارد عليه. اللي عايز اقوله لك جرب كل حاجه في تليفونك وشيك عليه كويس قبل ما تدفع فلوس وتخرج من المحل، عشان في حاجات ملهاش ضمان زي الشاشه مثلا لو استلمتها وخرجت بره المحل بقت بتاعتك. قول لنا في تعليق على موقف حصل معاك في الصيانه او حاجه مش واضحه بالنسبه لك في الصيانه، عشان من تعليقاتكم ممكن تكون مواضيع الفيديوهات الجايه من سلسله سر المهنه. هستنى تعليقك وهرد عليه. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.